أهلاً يا جماعة. النهاردة معانا قصة مختلفة شوية. قصة عن حب بدأ برسالة على ورق وانتهى بندم ما بيخلصش. حكاية عن البعد والوحدة والخيانة اللي بتيجي واحدة واحدة من غير ما نحس. بنت كانت كل أحلامها جواب، وولد تايه بين رغبة وذنب، وست متجوزة بتدور على إحساس ضايع. يلا بينا نبدأ. بتبدأ القصة مع ساتشي وهي بتحاول تمسك دموعها، لأنها جاية تودع حبيبها اللي مسافر طوكيو عشان يبدأ حياة جديدة كطالب جامعة. ساتشي مش بتطلب كتير، كل اللي عايزاه إنه يرد على الجوابات اللي ناوية تبعتها له. مع إن الاتنين معاهم موبايلات، ساتشي شايفة إن الكلام المكتوب بإيدك ليه إحساس تاني أصدق. بالنسبة لها الجواب على الورق دليل حب. حبيبها شاب اسمه كيوسكي يوافق على طلبها ويوعدها إنه يفضل وفي ليها. في الأول أيام كيوسكي في طوكيو بتمشي زي أي طالب جامعة عادي، يذاكر، يحضر محاضرات، ويحاول يركز في مستقبله. بس البعد عن ساتشي ساعات يخليه يحس بالوحدة. لفترة كل حاجة باين إنها طبيعية، وبعد حوالي سنة الأمور تبدأ تتغير. في يوم وهو راجع الأوضة اللي ساكن فيها، كيوسكي يلاقي صدفة حمالة صدر طايرة في الهوا ووقعت قدامه. يبص لفوق ويشوف بلكونة فيها غسيل، ويفتكر إن الهدوم طارت من الهوا. بما إن الأوضة جنب أوضته على طول، كيوسكي يقرر يرجعها لصاحبتها. يرن الجرس وهو مش متوقع أي حاجة غريبة، ويتفاجئ إن ست جميلة وكبيرة تفتح له الباب، لابسة لبس جريء. شينو جارته الجديدة اللي لسه نقلة تبقى مبسوطة إنها تتعرف على جار مؤدب ومساعد زي كيوسكي. من اليوم ده شينو تبتدي تعدي عليه كتير بس عشان تتكلم، ومن كلامهم تعرف إن كيوسكي لسه ما جربش أي علاقة، ومخلص جدا لحبيبته اللي عايشة بعيد، وإنهم لسه بيتواصلوا بالجوابات. شينو تقوله بهدوء إن لو في يوم حب يجرب حاجة عمره ما خدها من حبيبته هي مستعدة تساعده. من طريقتها كيوسكي يفتكرها بتهزر، ومع كده ما يقدرش ينكر إن في كلامها جزء من الحقيقة. زمان وهو في المدرسة حاول يقرب من ساتشي، لكنها رفضت فوراً. كانت خايفة من إنه باين عليه مدفوع بالرغبة بس، كأنه نسي صدق حبهم. كيوسكي ندم على الموقف ده، ومن ساعتها وهو بيحاول يعوض ساتشي بتنفيذ أي حاجة تطلبها. كل مرة توصله رسالة منها لازم يرد عليها. في ليلة وهو راجع شقته يشوف شينو برا وهي بتقبل راجل بحرارة. بعد كده يتعرف على الراجل ويعرف إنه جوز شينو، وبيغيب كتير بسبب شغله وسفرياته. شينو نفسها مش باين عليها إنها حابة تتكلم عن عيلتها، بالعكس كانت مهتمة أكتر تعرف هل كيوسكي فعلا بيحب حبيبته ولا لأ. من وجهة نظرها مش أي علاقة ليها اسم أو صفة تبقى بالضرورة حب حقيقي. البعد على حد كلامها هو اللي بيكشف قد إيه الشخص صادق في مشاعره. كلامها يفضل لافف في دماغ كيوسكي حتى وهو مش فاهم قصدها قوي. وبعدها فجأة شينو تعزمه يدخل أوضتها، وتقوله إن لو دخل ممكن أخيراً يفهم هو حاسس بإيه بجد. بدافع الفضول والرغبة كيوسكي يستسلم ويدخل أوضتها، وما يقدرش يقاوم إغراء الست المتجوزة دي. وهم داخلين في علاقة ما يكونوش عارفين إن جوز شينو كان مركب جهاز تنصت في الأوضة. من مكان تاني كان بيسجل وبيسمع كل اللي بيحصل بوضوح. تاني يوم الصبح كيوسكي ما يقدرش يطلع شينو من دماغه. الفضول والرغبة يختلطوا ويرجعوا يشدوه ناحية أوضتها مرة تانية. شينو تستقبله زي كل مرة بهدوء مليان وحدة. يرجعوا لنفس الدايرة، لحظات قرب بينهم، وفي نفس الوقت صوت صغير جوه قلب كيوسكي يفضل يعتذر لساتشي عشان خان الوعد اللي قطعه لها. وفي مكان بعيد ساتشي بتحكي لأقرب صاحبتين ليها عن علاقتها. بتقول لهم إنها وكيوسكي مع بعض بقالهم حوالي 5 سنين من أيام الإعدادي، ورغم إن ردوده على جواباتها بقوا أقل في الفترة الأخيرة لسه بتختار تثق في وعده إنه عمره ما يخونها. في طوكيو كيوسكي أخيراً يجمع شجاعته ويسأل شينو ليه اختارت تعيش في أوضة إيجار صغيرة وهي عندها بيت مع جوزها. شينو تشرح له إن البيت كبير قوي وغالباً بتبقى فيه لوحدها من غير عيال، وجوز دايماً مسافر بسبب الشغل. بتحس نفسها زي الشبح في بيتها. ولما قالت له إنها عايزة تنقل شقة ما حاولش يمنعها، وده أكد لها إنه ما بقاش مهتم.
في المكان الصغير ده شينو بتحس براحة غريبة. لقت حد شاب وساذج زي كيوسكي، حد يملى الفراغ اللي جواها حتى لو مفيش حب حقيقي بينهم. بيتواصلوا بإشارة سرية، ساعات يقابلوه في أوضتها وساعات في أوضته. وفي الوقت ده كله ساتشي تفضل تبعت جوابات اللي ما بيجيش عليها رد. ترفض تستسلم، كل رسالة تبعتها شايلة أمل إن المرة دي كيوسكي يرد. وفي الآخر الشوق يغلبها، تقرر تسافر طوكيو لوحدها وتفاجئه، بس المدينة تكبر عليها وتضيع وهي بتحاول تقرأ الخريطة على الموبايل. وفي اللحظة دي حد يقرب يساعدها، والمفاجأة إنها شينو. بعد شوية كيوسكي يرجع من الجامعة ويتصدم لما يلاقي ساتشي واقفة قدام باب أوضته وشينو جنبها. يحاول على قد ما يقدر يخبي توتره ويدعي في سره إن الحقيقة ما تبانش. لكن وهو في الدش ساتشي تلف في الأوضة وتلاقي حاجات على السرير. أفكارها تجري بسرعة، تفتكر اليوم اللي رفضته فيه زمان في المدرسة وتسأل نفسها هل الرفض ده خلاه يروح لواحدة تانية؟ خوفها من إنها تخسره يخليها غرقانة في الذنب والشك. تبدأ تقلع، مستعدة تتنازل عن حدودها لو ده هيخليه يفضل جنبها. كيوسكي يطمنها بسرعة ويقول لها إنها فاهمة غلط، يشرح لها إن الحاجة دي مش بتاعه، ده بتاع صاحبه سايبه هزار. ساتشي تبقى محتارة بس عايزة تصدقه، فتحاول تقبل كلامه وهي مش عارفة الحقيقة الموجعة اللي مستخبية ورا الحيطة اللي جنبهم. تاني يوم كيوسكي يلف مع ساتشي في المدينة وعايز يعملوا ذكريات حلوة قبل ما ترجع. يفضل قريب منها ويبين اهتمامه في كل فرصة. لكن في الليلة التانية بعد ما ساتشي تنام كيوسكي يسمع دق مألوف من الأوضة اللي جنبهم. ما يقدرش يقاوم، يطلع بهدوء ويروح لأوضة شينو اللي كانت مستنياه. رغم إنه عارف إنه بيحب ساتشي، وجود شينو يفضل يشده ليها. وكل ده مرة تانية متسجل بالكاميرا السرية اللي جوزها مركبها. وبعد ما يخلصوا كيوسكي يرجع أوضته وساتشي نايمة بسلام ومش عارفة اللي حصل. اليوم اللي بعده كيوسكي يوصل ساتشي لمحطة القطر عشان ترجع بلدها. لو ما كانش عندها محاضرات كانت فضلت معاه أكتر. يودعوا بعض بمشاعر دافية وساتشي ترجع وهي مطمنة إن علاقتهم بخير. لكن بعد كده تبدأ تشوف كوابيس عن حاجة وحشة بتحصل بينها وبين كيوسكي. وفي نفس الوقت صحة كيوسكي تسوء فجأة ويجيله دور برد شديد يخليه يغيب عن الجامعة. شينو تتدخل وتعتني بيه وهو مولع من السخونية. علاقتهم ما تفضلش سر كتير. ميزو زميلته في الجامعة تيجي تزوره وتشوفهم وتفهم على طول اللي بيحصل. ميزو كانت في نفس المدرسة مع كيوسكي وساتشي، فالصدمة عليها تبقى كبيرة. تلاحظ علامة بوسة على رقبة كيوسكي، دليل واضح إنه مع حد تاني. كيوسكي ما ينكرش، لكن قبل ما يقول أي حاجة جسمه الضعيف يخونه ويقع ويتدحرج على السلم. كيوسكي يتنقل بسرعة المستشفى والحمد لله بينقذوا حياته. ولما يفوق يلاقي ساتشي قاعدة جنبه. ميزو كانت بلغتها بالحادثة وساتشي جات على طول. القلق على وشها بيقول قد إيه بتحبه. لما ساتشي تسيب الأوضة عشان تجيب حاجته من الشقة تطلب من ميزو تفضل معاه. ميزو اللي لسه مش قادرة تتقبل اللي عمله في ساتشي تضغط عليه عشان يشرح. ساعتها كيوسكي يفتح قلبه ويحكي عن ماضيه، يحكي عن طفولته وعن أمه اللي سانت من خيانة أبوه المستمرة. في الآخر ما قدرتش تستحمل ومشيت وسابت البيت. قبل ما تمشي قالت لكيوسكي ما يكبرش ويبقى زي أبوه، واحد ما يعرفش يحب حد بصدق. وقتها كيوسكي كان صغير وما فهمش كلامها. بعد ما أمه سابتهم ست تانية دخلت حياتهم، شريكة أبوه الجديدة. كانت طيبة وحاولت تبقى أم ليه، لكن حتى هي ما قدرتش تتحمل الإهمال وعدم الاستقرار العاطفي من أبوه ومشيت هي كمان. ومع ما كيوسكي كبر فضل خايف يبقى زي أبوه، واحد ما يفهمش الحب الحقيقي. لكن لما قابل ساتشي اللي دايما كانت صريحة في مشاعرها بدأ يحس لأول مرة يعني إيه يتحب بجد. ومع كده كان فاهم غلط إزاي يثبت حبه. كان فاكر إن القرب الجسدي ممكن يثبت صدقه، لكن اللي حصل إنه وجع ساتشي اللي كانت عايزة حب مبني على الثقة مش على الرغبة. من اللحظة دي كيوسكي بدأ يفهم حاجة موجعة عن نفسه. اكتشف إنه عمره ما عرف يحب حد بصدق فعلا. الإحساس بالذنب غلبه، وبقلب تقيل طلب من ساتشي إنهم ينهوا علاقتهم
اعترف لها إنه مش الراجل الكويس اللي هي متخيلاه. طلبوا بالانفصال مش عشان لقى واحدة تانية بيحبها، لكن لأنه مش عارف يحب ساتشي بالطريقة الصح. عشان كده دور على إجابات عند حد غيرها على أمل يفهم مشاعره. الكلام ده كسر ساتشي تماماً. عمرها ما تخيلت إن أكتر شخص وثقت فيه يخونها. ساتشي رجعت بلدها شايلة الوجع لوحدها، خبت على صحابها ومثلت إن كل حاجة تمام. بس ماكوتو، واحد من أقرب صحابها، حس إن في حاجة غلط. كان مهتم بيها في السر من زمان ولاحظ التغيير عليها فوراً، ولما عرف إنها اتخانت حاول يشجعها بهدوء إنها تبطل تعذب نفسها. لكن ساتشي رفضت، مش قادرة تتخيل حياتها من غير كيوسكي. تاني يوم ماكوتو حاول يفرحها، لكنها فضلت ساكتة وبعيدة. وهما ماشيين ساتشي فجأة وقفت على الناحية التانية من الشارع. شافت كيوسكي، كان جاي يقابلها من غير ما يقول، عشان في حاجة لسه محتاج يخلصها. رجع لها حاجة نسيتها وشكرتها إنها وقفت جنبه كل السنين دي. قال لها إنه مش عايز يكمل في العلاقة، وإنها تستاهل حد يقدر يفرحها أكتر منه. اللي ما كانش متوقعه هو رد ساتشي. إنها لامت نفسها، افتكرت إن اللي حصل ده كله عشان هي مش كفاية، وعشان ما كانتش الشريكة المثالية ليه. ولو كيوسكي مستعد يديها فرصة تانية، وعدته إنها تحاول أكتر تفهمه. في نظرها حتى بعد كل اللي حصل قررت تسامحه. كانت مقتنعة إن اللي حصل مع الست التانية مش حب، مجرد غلطة بسبب البعد والوحدة. بالنسبة لها ده جزء من صعوبة العلاقات عن بعد. قررت تكمل ومصدقة إن كيوسكي هيرجع لها في الآخر، ولو مش عارف يحبها صح دلوقتي هي اللي هتعلمه يعني إيه حب حقيقي. في نفس الوقت شينو كانت غرقانة في الوحدة بعد ما كيوسكي بطل يجي. حطت ودنها على الحيطة وخبطت خبطات خفيفة مستنية رد من الأوضة اللي جنبها، بس مفيش حاجة. وفي يوم كيوسكي رجع أخيراً، صحته اتحسنت وقدر يقف. شينو ارتاحت لما شافته ودعته يدخل، لكنه وقف على الباب. كان جاي يعتذر بس ويقول لها إنه مش هيقدر يكمل، مش عايز يوجع الست اللي بتحبه بجد وبتقبله بكل عيوبه. شينو فهمت، كانت عارفة من الأول إن مفيش رابط حقيقي بينهم، ودلوقتي بما إن عنده حبيبة قادرة تكمله فهمت إنها مش محتاجاه في حياته. في حتة تانية من المدينة جوز شينو عرف إن كيوسكي قطع علاقته بمراته. بدل ما يسيب الموضوع كلم شينو وقال لها إن شغله خلص وإنها تجهز نفسها ويرجعوا البيت الكبير. الليلة دي وكيوسكي واقف قدام شقته قابل شينو وكونامي ماشيين سوا بالصدفة، وبعدها من ورا الحيطان الرفيعة سمع صوتهم وهم قريبين من بعض. الأصوات رجعت له ذكريات كان بيحاول ينساها وفكرته بالفوضى اللي عملها. وفي نفس الوقت صحبات ساتشي لاحظوا إن في حاجة غلط، بقت هادية وبعيدة كأن في هم تقيل شغلها. ماكوتو قعد معاها وحاول يتكلم بهدوء، واقترح عليها بدل ما توجع نفسها أكتر يمكن الأفضل تسيب كيوسكي. لكن ساتشي رفضت، أصرت إنها متقبلة الوضع لأنها مؤمنة إن كيوسكي ما خانوش بدافع الحب لكن بدافع اللخبطة. الكلام ده خلى ماكوتو أخيراً يعترف بالحقيقة اللي مخبيها، إنه بيحبها بجد، مش عشان مستنيها تبادله نفس الإحساس، لكن عشان يوريها إن في ناس بتحبها وبتخاف عليها. طول عمرها فاكرة إن كيوسكي هو الشخص الوحيد في حياتها، ومن غيره الدنيا فاضية، ومن ساعة ما عرفت بخيانته الفكرة دي مطاردة عقلها. في نفس الوقت كيوسكي كان راجع من الجامعة لما كونامي ظهر فجأة. كونامي كان مستنيه، وجهه بأدلة، وطلب تعويض عن علاقته بمراته. كيوسكي وهو عارف غلطته اعتذر بحرقة، لكن كونامي مش مهتم بالاعتذار، عايز 2 مليون ين، مبلغ ضخم لطالب من غير شغل، وقال له مفيش مسامحة من غير فلوس. شينو كانت رجعت تعيش في البيت الكبير مع جوزها. هناك كونامي ضغط عليها تعترف بالعلاقة. استسلمت واعترفت وقالت إن مفيش حب، بس وحدة كانت بتحاول تملاها. ومع الدين اللي اتحط على كيوسكي ما بقاش قدامه غير إنه يشتغل شغلانة جزئية. اشتغل في مطعم صغير بأجر قليل، وقرر ما يقولش لساتشي عشان ما يقلقهاش. بسبب الشغل بطل يرد على رسايلها، وده زود خوفها إنه بيخونها تاني. وفي الآخر قررت تروح طوكيو مرة تانية. كيوسكي قابلها في المحطة وكانت فرحانة إنها أخيراً هتقعد معاه. اللي ما كانش في حسابه إنهم يقابلوا شينو وكونامي في نفس الكافيه. كونامي قعد جنب كيوسكي وحصره بصمت محرج. كيوسكي بان عليه التوتر وما قدرش يخبيه.
ساتشي لاحظت كل حاجة، وفي اللحظة دي الشكوك ركبت مع بعض. فهمت إن الست اللي خانها معاها كانت شينو، واللي وجع أكتر إنها افتكرت إزاي في المستشفى شينو كانت عارفة مكان حاجات كيوسكي بالظبط، وكمان شينو متجوزة، يعني كيوسكي كان مع ست متجوزة. ساتشي حاولت تداري هلعها قدامه، بس قلبها كان بيتكسر من جديد. لما كيوسكي راح الجامعة، ساتشي خدت قرار صعب. راحت لشينو اللي كانت في أوضتها بتلم حاجتها عشان تمشي. بصوت بيرتعش سألتها إزاي قدرت تعمل كده في الواد الوحيد اللي حبته في حياتها. شينو كانت عارفة إن عنده حبيبة، وهي نفسها عندها جوز، ومع كده كملت. قدام دموع ساتشي، شينو ما كانش عندها أي دفاع. كل اللي قدرت تعمله إنها تعتذر وتندم، ووعدت إنها هتمشي قريب وتبعد عن حياة كيوسكي. بس بالنسبة لساتشي، حست إن شينو بتهرب بعد ما دمرت عالم حد تاني. بعد الظهر، كيوسكي رجع من الشغل الجزئي ولقى ساتشي مش زي عادتها خالص. كانت بعيدة، منهكة ومجروحة. كان مخبي فلوس من شغله عشان يجيب لها عقد صغير يفرحها، لكن بدل الفرحة ساتشي فجأة قالت له إنها عايزة تسيبه. رغم إنها بتحبه بعمق، مش قادرة تهرب من حقيقة إنه اختار يخونها مع ست متجوزة. من بين كل الناس، ليه الوجع ده كان لازم يجي عليها هي؟ الشك اللي سابته خيانته زرع جذور في قلبها. كانت فاكرة إن المسامحة ممكنة لو الحب قوي، لكن دلوقتي فهمت إنها يمكن ما كانش لازم تسامحه من الأول. بهدوء سحبت إيدها وشكرته على الذكريات، لأنها رغم كل حاجة كانت بتحبه بصدق، ومشيت وسابته واقف مكسور. الندم ضربه فوراً وبقوة. بعد الانفصال، كيوسكي فقد أي دافع، غرق نفسه في الشغل الجزئي عشان ينسى. صحابه لاحظوا تعبه، وساعتها بس عرفوا إنه وساتشي مش مع بعض. اشتغل أكتر من أي وقت، مش بس عشان يسد التعويض، لكن عشان يسكت صوت اشتياقه لساتشي، لواحد لسه ذاق طعم الحب. فقدانها كان موجع بشكل لا يحتمل. في ليلة فتح صندوق فيه كل جواباتها، قراها واحدة واحدة، وفهم قد إيه كانت شايلة خوف وقلق جواها. كانت بتتألم لوحدها من زمان وهو مش واخد باله، ورغم إن الوقت يمكن فات، بدأ يكتب لها جواب بدافع اشتياقه وبإحساس الفراغ من غيرها. وفي نفس الوقت، شينو وهي بتظبط بدلة جوزها لقت ظرف جواه ورقة تعويض وصور مخفية. ساعتها فهمت إن أوضتها كانت متراقبة طول الوقت، وإن كونامي كان مسجل كل حاجة. شينو ما قدرتش تسيب كيوسكي يشيل الذنب لوحده، فواجهت جوزها. قالت له إنها عرفت بجهاز التنصت وبالتعويض، ولو هدفه كان يدمر جوازهم، ليه يجر حد ملوش ذنب؟ ساعتها بس كونامي كشف اللي خلاه يوصل لكده. قبل ما يقابل شينو، كان مرتبط بكذا واحدة. كان من النوع اللي يدي كل حاجة للي بيحبها لدرجة بان هوس، وواحدة ورا التانية سابوه. بعد الهجر المتكرر، خاف يعبر عن مشاعره. لما اتجوز شينو، في الأول كل حاجة كانت طبيعية، لكن بعد الجواز شينو بطلت تضحك واحدة واحدة. التغيير ده صح نفس الخوف القديم جواه، إنه يتكره أو يتساب. ولما قالت فجأة إنها عايزة تأجر شقة لوحدها، قلقه زاد. بدل ما يتكلم معاها، اختار أسوأ حل، ركب جهاز تنصت على أمل يفهم هي حاسة بإيه. اللي ما كانش عارفه إن شينو شايفة الموضوع بشكل تاني. كانت فاكرة إنه ما بقاش مهتم عشان دايما في الشغل، نادرا في البيت، وما منعهاش من أي حاجة. فسرت بعضه على إنه لا مبالاة. وفي فترة الوحدة دي قابلت كيوسكي الجار الشاب، شافته وهو بيبدل جوابات بإيده مع حبيبته، حاجة نادرة دلوقتي. الإحساس ده حرك غيرة هادية جواها. سألت نفسها ليه ما يكونش عندها السعادة دي. من ناحية كانت مستنية كونامي يحبها بشكل أوضح، ومن ناحية تانية هو كان ماسك نفسه خوفاً من إنه يضغط عليها فتبعد أكتر. مشكلتهم كلها كانت في حاجة واحدة، غياب التواصل. الاتنين كانوا بيتوجعوا ومحدش اتكلم، ولما فهموا قد إيه كانوا مهملين ومتهورين، قرروا يبدأوا من جديد ويحاولوا يصلحوا علاقتهم بدل ما يكسروها. وفي نفس الوقت، ساتشي لسه ما قالتش لأصحابها اللي حصل في طوكيو. ماكوتو اللي يعرفها أكتر من أي حد لاحظ إنها بتغصب نفسها تبتسم، وفي الآخر ساتشي اعترفت إن هي وكيوسكي بقوا مش مع بعض. الوجع كان تقيل، بس أول ما سابت حست إن الحمل اللي على صدرها خف شوية. رجعت تقرأ الجواب اللي كتبته ليه، بس عمرها ما بعتته، مليان إحساس اللي كانت نفسها يفهمه. بإيد ثابتة ولعت في الجوابات واحد ورا التاني، عارفة إن الموضوع هياخد وقت، بس قررت تسيب الذكريات تهدى واحدة واحدة لحد ما توجعش قوي. في جواب واحد بس بعتته، قالت له فيه إنها محاطة بناس بيحبوها وبيهتموا بيها، وإن حياتها لسه مليانة ألوان، وختمت الرسالة إنها بتتمنى له سعادة حقيقية، وبعدها قالت له وداعاً. قراية الجواب زعلت كيوسكي، بس في نفس الوقت ريحته. ساتشي بتتحرك لقدام، هو بس مش عارف إذا كان يقدر يعمل زيها ولا لأ. وبالنسبة للتعويض، شينو حاولت تقنع جوزها يعفي كيوسكي من الحمل ده. كانت حاسة بالذنب ومؤمنة إنها تشيل جزء من الغلط، لكن كونامي رفض يتصرف كأنه ولا حاجة حصلت.
بدل كده وافق يقلل المبلغ للنص. ال2 مليون ين بقوا مليون، وكيوسكي يسددهم على 50 شهر، يعني حوالي 4 سنين. كونامي كان شايف إن الرحلة نفسها ممكن تساعد كيوسكي يعيد بناء نفسه ويصلح الغلط اللي وصله لكده. والوقت يعدي، كيوسكي يتخرج أخيراً من الجامعة ويشتغل في دار نشر. وفي اليوم ده تحديداً راح لكونامي يسلموا آخر دفعة، الدفعة 50، بعد 4 سنين طويلة. طول السنين دي كيوسكي كان شايل ندم وبس. كان بيلوم نفسه عشان وجع شينو وخيب أمل كونامي وخسر البنت اللي كانت بتحبه من قلبها. كونامي كان فاهم إنه هو كمان غلط كزوج. بطريقته اتعاقب بعلاقة شينو، وكيوسكي اتعاقب بالتعويض. ودلوقتي بعد آخر دفعة الحساب بينهم اتقفل. كيوسكي بقى حر يكمل حياته. بعد كام سنة كيوسكي يحضر فرح صاحب قديم من الجامعة. المناسبة تبقى لمة صغيرة تجمع زمايل ما شافوش بعض بقالهم حوالي 8 سنين. كتير منهم اتجوزوا وبعضهم خلف، بس كيوسكي لسه لوحده. وهو ماشي يشوف بالصدفة ساتشي معدية ماسكة إيد ماكوتو اللي بقى جوزها. ساتشي حامل منورة بسعادة عمرها ما كانت متخيلاها قبل كده. كيوسكي يحس بوخزة حنين خفيفة، لكنه يختار ما يقربش. كفاية عليه يعرف إنها عايشة حياة هادية ودافية مع حد بيقدرها بجد. وقرر يسيب الماضي وراه. نقل من الشقة اللي مليانة ذكريات وراح مكان جديد على أمل بداية نظيفة. وهو بيفضي الشنط يلاحظ بنت صغيرة بتبصله من طرقة العمارة. تلحقه بره وتبدأ تحكي معاه من غير كسوف. عندها حوالي 12 سنة، جريئة وبشوشة، وبتقول إن اسمها ناتشان. معجبة بيه قوي وتمدحه براحتها. كل ما يشوفها تناديه العم الوسيم، وهو يضحك ويفتكرها طفلة عادية. بس ناتشان أذكى وأكبر من سنها. تطلب تمسك إيده وتاخد بالها إنه مش متجوز عشان مش لابس دبلة، وتهتم بيه زيادة عن اللزوم. في البيت تحكي لأمها بحماس عن الجار الجديد اللطيف، والمفاجأة إن أمها تطلع شينو وأبوها كونامي. الأسرة عايشة بهدوء دلوقتي مع بنتهم، وبيحاولوا يبنوا حياة أهدى. شينو لسه شايلة ذنب الماضي، بس كونامي دايماً يفكرها تشوفوا درس مش جرح. عمرهم ما تخيلوا إن حكايات بنتهم البريئة بتتكلم عن كيوسكي، الراجل اللي كان في يوم سبب في أزمة جوازهم. وزي أمها، ناتشان عندها عادة تسمع ورا الحيطان لما فضولها يغلبها. ساعات تخبط صوابعها على الحيطة اللي مشتركة بينهم، مستنية رد. في ليلة كيوسكي يسمع خبط خفيف من الناحية التانية. الصوت يحسه مألوف بطريقة غريبة، ويرجعه لذكريات الشقة القديمة، ذكريات كان فاكر إنه نسيها. مش متأكد هو حقيقي ولا من خياله. يخبط بخفة ويرد، وهو بيسأل نفسه هل الحيطة دي بداية جديدة ولا باب لفصل معقد تاني في حياته. وفي كده حكايتنا تخلص. حكاية حب ضاعت مش بخيانة واحدة، لكن بتفاصيل صغيرة اتثابت من غير علاج. أبطالها اتعلموا بالطريقة الصعبة إن الحب محتاج صراحة، ومحتاج شجاعة نحافظ عليه قبل ما يضيع من إيدينا. لو القصة لمستك أو فكرتك بحاجة، افتكر دايماً إن اللي بيحبك بجد يستاهل تحافظ عليه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب رأيك في الكومنتات. ونشوفكم في قصة جديدة. سلام.